الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولن ومرحبا بكم لمتابعة تفاصيل هذه المقابلة التي ستنطلق بعد لحظات بين المنتخب الوطني المغربي ونظير المنتخب التنزاني، الصراع الذي يأتيكم على الملعب الوطني مكابا. بعد لحظات هنا في دار السلام سيدخل المنتخب الوطني المغربي لمشوار خاص بتصفيات المنطقة الإفريقية نحو كأس العالم. كل التوفيق للمشاركة المغربية. قبل البداية النشيد الوطني المغربي، وننطلق بعد في غمار هذه المباراة التي نتمناها أن تكون مباراة جيدة شيقة للعناصر الوطنية. نعم، لحظات وسنغوص وإياكم في تفاصيل هذه المنافسة هنا في هذا الملعب، هنا بدار السلام، هنا بتنزانيا. هنا الانتظارات الكبيرة وايضا الامال العريضه من اجل تحقيق انطلاقه جيده جدا على مستوى الطريق المؤديه الى كاس العالم. اذا هي لحظات فقط مشاهدينا الكرام، وسننطلق اياكم في هذه المواجهه، المنتخب الوطني المغربي التي يطمح من خلالها تحقيق نتيجه جيده ايجابيه. النشيد الوطني المغربي، ونعود مشاهدينا. مشاهدينا الكرام، نشيدين الوطنيين، والان سنركز على الانطلاقه الخاصه بتفاصيل هذه المقابله، يعني التشكيله ديال الطرفين. المنتخب الوطني المغربي مع هزيمه كبيره، وليد الركراكي باقي اللاعبين عازمين على تحقيق مشاركه قويه جدا. وليد الركراكي الذي سبق وان كان هنا مساعدا، وكان هنا حاضرا، وكان هنا ايضا من الاسماء التي لها ايضا تاريخ في هذا الملعب، وايضا تابعناه في المقابله الاخيره اللي كانت بمدينه مراكش رفقه المدرب رشيد الطوسي. في الوقت الان اللي غادي نتابعوا هنا دخول رسمي للطرفين، لحظات غادي نشوفوا التشكيله ديال المنتخب التنزاني الذي يدخل لتفاصيل هذه المقابله. كما نتابع بالاسماء الاتيه: كواسي كواوا يعني في حراسه المرمى. باقي الاسماء هنالك: حاجي مونوغا رقم 2، رقم 4 ابراهيم محمد، 7 حميد كانو، رقم 8 موريس ابراهام، رقم 11 هنالك بروسبير، 14 بكاري، 17 هنالك باجانا اللاعب سوسبيتار، رقم 19 لوساجو،
اللاعب مويكيندا رقم 20 هيروشي، وايضا 21 هنالك مومبوا. التشكيله التي يقودها عادل عمروش، الاطار الفني الذي يقود المنتخب التنزاني. قلت هذه التشكيله ديال المنتخب التنزاني الذي يعلم يقينا على انه يواجه اسماء قويه، واللي ملاحظ هنا في المدرجات هو انه جماهير تنزانيا محبه للمنتخب الوطني المغربي، والدور ديالو هنا كنشوفوا الحكم ابو نجيل توم من جنوب افريقيا الذي يقود هذه المقابله، معيه زويله وايضا باتسواني. ثم هنالك الانظار التي تتجه للعميد السيس، وايضا لحظات قبل انطلاقه هذه المقابله. قلت بانه الاجواء العامه في المدرجات هنالك جماهير تنزانيا تحمل ايضا القمصان ديال المنتخب الوطني المغربي. هذا دليل على الصدى الذي تركه المنتخب الوطني المغربي من خلال المشاركه ديالو في كاس العالميه الاخيره، وبالتالي الان يدخل غمار منافسه لكاس عالميه جديده. كل المتمنيات ان تكون موفقه لاقدام المنتخب الوطني المغربي ولاعب المنتخب الوطني. التشكيله اللاعبين، التشكيله ديال المنتخب الوطني هنا: ياسين بونو في حراسه المرمى، اشرف حكيمي رقم 2، رقم 3 نصير مزراوي، 4 سفيان مرابط، 5 نايف اكد، رقم 6 العميد رومان سيس، 7 حكيم زياش، 10 امين حريري، 19 يوسف النصيري، رقم 21 امين عدلي، ورقم 23 بلال خلوس. التشكيله التي يقودها الاطار الوطني وليد الركراكي. كل التوفيق، كل المتمنيات من اجل الدخول في غمار تباري وتنافس مهم. اليوم اذا كنا غادي ندخلوا في غمار هذه المباراه فلا بد ان نتحدث عن انجاز تاريخي مهم ايضا. المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه الذي ضمن التاهل للدور الربع النهائي، تاكيدا على مدى حضور كره القدم الوطنيه، وتاكيدا على مدى الفعاليه والمدرسه المغربيه الحاضره بقوه. مرابط على الصوره، ونحن نترقب انطلاقات تفاصيل هذا اللقاء بالدعوات وايضا بالمعاينه والمتابعه لكل نجوم ديال المنتخب الوطني المغربي الذين حضروا لهذه المباراه، وكان لديهم الوقت من اجل خوض غمار التنافس والتباري. نذكر بان المنتخب الوطني المغربي، وهنا تاتي الصافره المعلنه عن انطلاقه هذه المباراه، هذه اول مباراه من